اللي زلنا تاكدوا اللي عزيز كان اصواتنا كليك، كان اصوات صبر المريح، صوت صبر المريح ما يعرفوا حد، كان اصوات ولاد بوزهير، كان اصوات ولاد الشعب. عزيز كان ديما يقول يعني على كلمه عرفتنا يعني على الشعب هذا. انا تسامحوني يمكن طولت عليكم شويه ونعرف ليش مش نعطي حق عزيز، لكن مش نحاول ننقل الكلمه للمقالة. شكرا. معنا ايضا احد اصدقاء عزيز وهو نقول فيها لا غبار عليه، الاستاذ نوار معك. أنا اليوم شوفي الأصوات اللي دخلت ونأكد أنه أنه التهمة اللي موقوف بها اليوم عزيز هي تهمة منافقة، وهي استهداف لشخص عزيز واستهداف لقائمة طويلة من الشباب شاركت في الحراك الاجتماعي وفي انتفاضة 17 ديسمبر ثورة 14 جانفي، واليوم هي تعاقب على هذه المشاركة في الثورة وهذه المشاركة في الحراك الاجتماعي. القائمة البارح نزلت القائمة في 52، البارح وصلنا ل 68 شاب. 68 شاب ما بين الملفات ما بين 17 ديسمبر 14 جانفي اللي حكاوا عليهم الاصدقاء نتاع حرق المراكز والى اخره اللي هما في نظام بن علي واختلاف بن علي في البلاد، ملفات في شهاده في زنازل شكري بالعيد الشهيد شكري بالعيد، ملفات في زنازل الشهيد محمد البراهمي، وملفات اجتماعيه خاصه المعطلين عن العمل في الكليات. الشباب هذوما اليوم قاعدين ينطموا منهم، واليوم عزيز وهو مثال حي للشباب هذا، هو تقريبا التيب الواضح ليش قاعد يصير اليوم في البلاد. اليوم عودة الإيقافات في سن الشباب المتحرك، هناك استهداف واضح لأن نسميه نحن في السياسة ليزيلكترون ليبر، الشباب الغير منتظم في أحزاب أو في منظمات قوية وماشي بالهم ينجموا يحزنوهم بالواحد ويوقفوهم. اليوم عزيز تم ايقافه كما قال سي بسام، تم ايقافه بعد برنامج الجامعه التونسيه، معناها ما هيش صدفه، وتم ايقافه في نفس البلاصه اللي جبت عليها في الدرس. هو جبت على بوليسيه خلط الواد وتوقف في مركز خلط الواد، معناها القضيه ظهرت لي ما فهمناش اوضح من هيك. المسانده اللي اليوم يتعرض لها عزيز مسانده تقريبا من الشباب التونسي الكل. شفته في البلاتوات، شفته في الشارع، شفته فماش فماش من مختلف الاراء والتوجهات. علاش؟ على خاطر من كل مقتنعين، الكل مقتنعين اني تهمه ملفقه وكيديه وعنده استهداف ليه على خاطر نشاط، واخرهم نشاطه في علاقه بعائلات الشهداء وفي علاقه بجرح الثوره وفي علاقه بحركه حتى انا حركه ماركس. اللي حابين نقوله وما حابينش نطول انه راهو نحن باش نتحركوا بالعزيز، وراهو نحن الشباب رانا اليات، المجتمع المدني عنده الياته والاعلاميين عندهم الياتهم. نحن بالنسبه لنا الحريه تفتك ولا تولد، واليوم هناك عوده لدوله البوليس، وهناك عودة للقمع المفتوح. آخر تحرك تعمل على الشباب الموقوفين وآخرهم عزيز اللي تعمل نهار السبت قدام الداخلية، كانت وقفة سلمية لكن البوليس تدخل فيها بالعزي والهراوات والغاز والضرب والإيقاف والغرض اللي حاضرين هنا نشوف في مظفر ونجيب ناس كل حاضر هنا كلات الضرب وتوقفوا ومنعوهم حتى السبيطارات باش ياخذوا شيء ملول. يعني عودة إلى نظام بن علي بنفس الآليات بنفس التهم بنفس الممارسات. لذلك نحن الشباب نحب نستغل الميكرو باش نعمل دعوه للناس اللي تفرج فيا اليوم الكل خاصه من الشباب، دعوه انهم يجيوا وبكثافه قدام المحكمه نهار المحاكمه نتاع عزيز لو 23
فما دي بلور في جنبه اليمين، فما بلايص بيان سور وانا كمحامي نظر فيه ما نجمش نشوفها، قال لي في ظهره في رقبته اتسيتيرا. وماهوش مسجل حد شيء بالنسبه للاعتداءات بالعنف هذه على مستوى المحضر البحثي. دونك زرت وخرجت قابلت مدير السجن، قلت له راهو مناوب فلان، انا توا عينت اثار اعتداء بالعنف وما فماش ليها حتى اثر على مستوى المحضر، دونك ماذا بيا تعديل على الطبيب. قال لي عديناها على الطبيبه وهو ما قالهاش هو تعرض للاعتداء بالعنف. باهي مشيت معاه مش مشكل. وقتها انا خرجت واحنا المحامين كيف نزور ورقه برك كيف تخرج صيفني تاع ورقه اخرى. ما قصرش هو مدير السجن وقتها، قلت له اعطيني اذن باش نعاود ندخل نقابله. دونك عاودت دخلت قابلت عزيز، يا عزيز كيفاش؟ ما قلتش. قال لي قلت لا علي ان توكا هامش يعرضوك على الطبيبه ويلزم توريها لي تراس نتاع العنف هذوما اللي وريتهم لي واللي حتى انا ما نجمش نشوف. قال لي داكور. دونك بعد هذاك عاودت رجعت البارح عزيز بور فوار شنو صار في الاعتداء. يبقى الدكتوره المحترمه تقول اللي اثار الاعتداء بالعنف هي اثار البق اللي موجود في الحبس. معناها بالنسبه لي انا الحقيقه هذا يأكد اللي المقاومه بتاعنا ماهيش باش تتوجه ضد البوليس برك، هي ضد عقليه الخوف هذه، على خاطر اذا كان طبيب ادى يمين ان يقوم بمهمته بكل صدق يوصل للوضعيه هذه. وانا بالنسبه لي مانيش باش نسير الطبيبه هذه، فما اجراءات باش تعمل مع هيئه الاطباء، لانه انه لي با كيسيون انه وضعيه كيما هذه. وفي الملف هذا مهم جدا مساله الاعتداء بالعنف اللي يتعرض له، لانه بالقانون يعتدى عليه يعني المحضر باطل. اذا بالنسبه لي انا هالوضعيه هذه نتاع عزيز فيما يخص الاعتداء بالعنف حبيت نقولها لكم. وحبيت نقول حاجه اخرى الحقيقه، لانه عزيز عنده تاريخه، عنده اسمه، عنده حاضره، عنده مستقبله. لكن انا نتساءل بالنسبه للشباب الاخرين واللي ساعات في المحكمه نفيقوا بهم بالصدفه. مثلا نشوف وجه اللي شفته في باردو في اعتصام باردو، وقت اللي فهمت اللي هو فما حكايه، دونك نولي لوج متابع بمحض الصدفه. حريف في السجن يقول لي راهو معانا واحد من جماعه كذا، نفيق بالصدفه. انا ماذا بيا نوجه له دعوه، مانيش عارفه الحقيقه الشكل او الهيكله اللي توجد، لكن ماذا بيا هل الجمعيات، هل المجتمع المدني، هل الشباب، هل كل الناس الكل نسعوا في انه الناس اللي ما عندهاش وسائل دفاع شنو هو الهيكل اللي يمكن يخلق باش توجد وسائل دفاع، خاصه انه فما جرائم المحاكم ماهيش مضطره باش تكلفلهم محامين، في الجنايات تكلفلهم محامين، لكن في الجنح يتعدى من غير محامي وعادي. وقت اللي فما محامين وساعات يمشي يدافعوا، انا هنا نقول راهو عزيز محظوظ. لكن هناك الكثير من الشباب ومن غير الشباب اللي هما مظلومين، وبالنسبه لنا كيف ناخذ اذا كان باش نغيروا المجتمع وغيروا عقليات يلزم مساله العداله تكون شامله. الحق في العداله هو حق فوندامنتال، حق اساسي للناس الكل. دونك بالنسبه لي انا ان شاء الله نخموا في الوضعيه هذه، ان شاء الله نوصلوا الى حل انه الناس اللي تتحاكم يكون عندها شكون يدافع عليها. وبربي حاجه اخرى بالنسبه لصبري، راه صبري انا شفته وحكيت معاه مع والدته قداش كانت محلاها، حكيت معاها مازال ما شفتهاش الحقيقه. بالنسبه لي انا صبري با سولمون لانه صاحب عزيز، صبري لانه رفض باش يمشي في المساومه، قالوا له قول اللي عزيز شدينا عنده زكاه، دونك رفض. سي بور سولا دونك سي اونورابل بالنسبه لي انا هالعباد اللي ما عندهمش ربما توجه سياسي او عمل جمعياتي او غيره، لكن ناس مبدئيين هذوما هما اللي حاجنا بهم. وشكرا.